والوطن هلا بده يسترد شيء من اللي اعطاكم اياه. لذلك لازم يكون عندكم حس عالي بالمسؤولية تجاه وطنكم الغالي على قلوبنا جميعا. بالله ما تقول الصدق سيدي، وانا شخصيا لو يطلبوا مني ضحي هيك بدمي بروحي في ذا الوطن بالله ابقى الصيد. بقى اعترفوا، قولوا لهم اللي بدهم اياه، بس اوعوا تجيبوا سيرتنا، لانه يا حبيباتي المواطن بيتعوض بس الوطن ما بيتعوض. قرد هي معترفين سيدي، وليك اعترافاتي قدامكن سيدي، شايفينها واضحة ما هيك. وحطوا قدام عيونكم هدف كبير هو إنقاذ وطنكم. أنا خلصت حكي، حدا عنده سؤال؟ أنا تفضل بس اختصرها، لأنه المحققين الدوليين على وصول ولازم نوديكم لمقر الأمم المتحدة. انتو ونحن بنعرف انه كل اللي عملناه شوية بصبصة على النسوان بالحمام، ومن سوء طالعنا وسوء حظنا طلعوا أجانب وبيشتغلوا بالسفارة، فبظرف ساعة صرنا إرهابيين. والأخ قاعد عم يقول الوطن الوطن الوطن، يعني شو بيساوي الوطن بدون مواطن؟ شافت أرض. إذا كان مشان الوطن خلونا نروح على فلسطين ونعمل عمليات هناك، وما تخلوا حدا يوقف ورانا ويصرخ كيف. أما إذا بدكم يانا نموت وننحبس مشان تبرقوا حالكم وتبيضوا صفحتكم، فخلي الأخ يروح بدلنا. هو قال بعظمة لسانه إنه بالروح بالدم بيفدي الوطن، ليش ما بتبعتوا بدلنا؟ ليش مسكتونا وطالعتونا بالتلفزيون لحالنا؟ ليش ما بتطالعوا معنا ما دام متحمس كل هالقد؟ بدك ياني موت مشانك. سامع سيدي؟ سامع شو ما يقول؟ سامع يا سيدي، وعلى فرض نحن إرهابيين، ليش ما بتحققوا معنا أنتم؟ شو دخل الدول الثانية لحتى تحقق معنا؟ مو نحن مسؤولين منكم؟ أنتم شو ناقصكم حتى ما بتحققوا معنا؟ يغزل عين حولكم، ما هي شغلتكم؟ معكم حق، لكن يعني الظروف الدولية والإقليمية وسيطرة القطب الواحد واستراتيجيتنا الثابتة وتكتيكاتنا السياسية بتحتم علينا انه نقبل انه غيرنا يحقق معكم. شو قلتوا؟ موافقين. انا عم بحكي عن حالي، ما بعرف رأي الجماعة، واذا سألوني بدي اقر واعترف. برافو عنك، لازم تقر، شي بديهي تقر. قرت اشوف اعترف. واول شي بدي اقر عنه انه نحن وياكم مرتبطين مع بعضنا، انتم مرتبطين معنا ونحن مرتبطين معكم. ولك شو بتقولوا لا؟ وانت خص نص اول واحد بدي اجيب سيرته. لا عمى هزلت.